اهلا بيكم في فيديو جديد. معكم اسلام مندو. احنا النهارده في كورس الفوتوشوب من تحت الصفر للاحتراف. انا نزلت حلقتين اللي فاتوا ووعدتكم الحلقه دي ان احنا نشتغل عملي ان شاء الله، وهننفذ على الحاجات اللي احنا اتعلمناها. يعني احنا اتعلمنا كام اداة وهنبدأ نعمل بيهم ديزاين عشان نبقى ايه شغالين بالادوات اللي احنا اتعلمناها، بحيث ان احنا ما ننساش اداة او وظيفتها. اعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. بص يا صديقي، باختصار كده احنا هنعمل ديزاين بسيط قوي، ما فيهوش اي تعقيد يعني. ومثلا احنا اتعلمنا الفرشة، فانا همسك الفرشة كده واجيب اللون الازرق، تمام، والون كده اللون دوت بقى معايا، تمام. وممكن اروح جايب حاجة فاتحة كده، ازرق فاتح شوية، واتك تك كده في النص، تمام. عمل زي ايه، كأن في حاجة منورة. اوكي. بعد كده بقى اجيب صورة عندي من بره، مثلا الصورة بتاعتي دي مثلا، واروح مثلا احنا اتعلمنا السليكشن تول او اداة التحديد. لو اتكيت عليها، لا انا عايز دايرة، تمام. واروح مثلا اخد الجزء، معلش الماوس عندي بيعلق، اخد الجزء ده واقول له يا معلم عايزه كوبي. طب يا معلم هاتهولي بيست. عمل لي لاير جديده ونفسخ لي الجزء اللي انا حددته. انا اقول له انا مش عايز اشوف الصوره دي، اهو. شفت عمل ايه بقى؟ ظبط لي صوره كده صغيره لوشي. هجيب التكست او التايب تول، وهروح متك تكه. بدأ يظهر عندي كلام، هكتب مثلا اسلام ماندو مثلا، واروح حاططها تحت صورتي ومكبرها شوية من هنا. مثلا ممكن نخليها 250. كبرت شوية، تمام. عايز اختار لها لون كويس، اختار اللون الابيض، تمام. وهقول له انا عايز اضيف تكست تانية، مثلا اضيف تكست سبسكرايب ناو مثلا. اروح رايح هنا حطيتها تحت اسلام مندو، واروح اعمل ايه بقى، اروح مصغرها شوية، خليها 150، تمام. وخلي كلمة سبسكرايب بالاحمر مثلا عشان علامة اليوتيوب يعني. واخليه مثلا تمام كده. ومثلا هضيف مثلا تكست تانية بس بطريقة صايعة اكتر. المرة اللي فاتت برضو اتعلمنا في السليكشن تول ان احنا نقدر نلون جزء معين. هنعمل لاير جديدة، ومن اللاير ديت هنختار سليكشن تول. عملت انا هنا مربع، تمام. والمربع ده هروح بالبروش تول عشان الونه اهوت كده. انا لونته بالاحمر، اخترت اللون الاحمر برضو تحت اهو لو انت واخد بالك. واروح على التايب تول واقول له انا هكتب مثلا اللون الاحمر مش باين عشان اشوف انا بكتب ايه. اختار اللون الابيض واكتب فولو مي مثلا، فولو مي، تمام. واحطها هنا في النص، بس المربع كبير شوية، فممكن برضو من السلكشن تول نحدد الاجزاء اللي انا مش عايزها ديت مثلا، واتاكد ديليت في الكيبورد. هختار اللاير بس عشان اقدر اعمل اشتغل عليها يعني، واتاكد ديليت من الكيبورد، او اختار هنا برضه واعمل ديليت. تمام قوي. ظبطت معايا الدنيا، وتقريبا كده عملنا ديزاين كده لذيذ وخفيف. المهم يعني ان انا عايز امسح كل ده بقى عشان اعلمك بقية الادوات. بص يا صديقي، اعلمك اداة جميلة قوي، وهي آه، اللازو تول. وهي برضو اداة تحديد بس بطريقة مختلفة. اول تول هنشرحها بعد ما نفذنا عملي، وهي اللاسو تول. تمام. اللاسو تول ديت عبارة عن اداة تحديد بطريقة عشوائية يعني. وابدأ برضو اعمل عليها الشغل اللي عملناه على اداة التحديد اللي قبلها. وهي اداة تحديد عشوائية كده. مثلا عايز اعمل مثلا تحديد على الموزة ديت اهوت كده. انا حددت الموزة، واقدر اعمل فيها اي حاجة. عايز انقص مثلا جزء معين،
هتك الت من الكيبورد وانقص مثلا الجزء ده. وهي البلوجنال لاسو تول، ودي اداة ببدأ كل ضغطة مني ابدأ احدد بيها. لو انت اخدت بالك انا اقدر كل ضغطة بتعمل زي نظام نقطة كده، اقدر اروح بيها لحد ما احدد الموزة بشكل ادق اكتر. وممكن برضو الاداة اللي بعدها وهي الماجيكان لاسو تول، وهي اداة بتبدأ تمشيلي على الحاجة بالذكاء الصناعي. يعني هي بتكتشف العنصر وبتبدأ ماشي عليه طول ما انا ماشي بالماوس من غير ما اضغط اي حاجة. تمام. وممكن لو انا عايز اضيف جزء مش موجود، يعني هي مش اخده بالها منه، ممكن اروح كده واروح ضاغط، فاهم، ونزل تاني مكمل لو هي مش واخده بالها. تمام. وبرضو لو عايز ارجع في التحديد ممكن بالباك سبيس اللي هي فوق الانتر. يعني اهوت انا رجعت اهوت، فضلت ارجع 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 ورجعت احدد من تاني. تمام. كده عرفنا ازاي بننقص جزء معين وازاي بنضيف جزء معين. واول ما اوصل للنقطة الاخيرة الشكل بيتغير لدايرة، والتك تكة هو كده حدد لي الموزة. الاداة اللي بعدها وهي الاوبجكت سيلكشن تول. الاداة ديت ذكية جدا يا جماعة، وهي اوبجكت سيلكشن تول، وهي عبارة عن ان انا مجرد ما ضغطت على العنصر حددهولي بالشكل دوت. دي اداة ذكية جدا يا جماعة والله، واقدر يعني جميلة جدا. وسهلة. يعني مجرد ما اضغط على حاجة هو بيكتشف الحاجة ديت ويحددها لي. الأداة على فكرة دي مش موجودة غير في ادوبي فوتوشوب اللي بعد 2020. تمام. نيجي على كويك سيلكشن تول. والكويك سيلكشن تول ديت عبارة عن برضو بيكتشف الحاجة بس معاك، يعني انت معاه واحدة واحدة كده. يلا بينا نكتشف الموزة، حددها. ضغطتين بالظبط يا جماعة حدد الموزة، واقدر احركها برضو زي ما انا عايز وكل حاجة. اخر اداة معانا في الفيديو دوت وهي الماجيك وان تول. الماجيك وان تول ديت عبارة عن اداة بمجرد ضغطة واحدة بتحدد العنصر اللي قدامي. طبعا انا لو في جزء عايز اضيفه هتك شيفت ويضيف لي الجزء ده واحدة واحدة كده. لو انا عايز انقص حاجة بالالت وابدأ انقص. هكذا الادوات كلها يا جماعة اللي فاتت. عايز انقص جزء بتك على الالت بيعمل لي علامة الناقص وانقص الجزء اللي انا عايزه. عايز ازود على شيفت بيظهر لي علامة الزائد وابدأ ازود الجزء اللي انا عايزه. ان شاء الله دي اخر حاجة هشرحها في السليكشن تول معانا هنا. والسليكشن هنستخدمه ان شاء الله الفترة الجاية كتير، وهنعمل بيه ديزاينات للتمرين. اتمنى انكم تعملوا لايك وسبسكرايب عشان الحلقة الجاية برضو هيبقى فيه تنفيذ عملي لبروجكت بالادوات برضو اللي عندنا، وهنتعلم باقي الادوات كل مرة على كده. كل مرة نتعلم كام اداة وهنعمل عليها تنفيذ عملي. اتمنى انك تتفرج على الفيديوهات اللي جاية عشان تستفيد، وما تنسانيش في اللايك وسبسكرايب. واحب اختم دلوقتي الفيديو بكلمة لا اله الا الله.